هذه الشيلة من البنت الحزينة إلى الشخص الذي خانها وتزوج عليها، والقصيدة تحكي وتعبر بما فيها. يا من للخلايق تعين اسمع قصتي يا مدين، يا واحد أحد يا معين اسمع قصتي والعذاب، بشكي القهر بشكي الآلام عندي قد لي قلبي ظلم، في لحظة لعمري هدم مزق حلمي قلبي وعاب، قصة بنتي في زوجها وثقت فيه بس خانها، وتعمد على قهرها قبل في وفاها عقاب، والله ان الايام تدور يا من قد لعب بالشعور، ما بيستمر السرور مبني بمكر الديار، خدعني شريك العمر فيني عاب فيني غدر، ذوقني مواجع وامور يا رب اجعله في عذاب، اول ما تخف وكان قد غير علي الحنان، ما غير لفعله وبان محسب للعواقب حساب، لما كنت انا صالح عن اسباب غياب حاصله، قال عندي ظروف شاغله تسبب بهذا الغياب، ما شكيت به اظهره قد لعبت بعقل مره، ومحت حقها الذاكره بدات له من الواتساب، اول شرط معها الفراق لقالت يقوم بالطلاق، هذا شرطي قاسي وشاق تلاشى العمر به وذاك، اتزوج علي خفا وانكر عشرتي والوفاء، بدلها الشقي بالجفا واليوم قد تركني وساب، قد له كنت انا مخلصة مني ما بشي ينقصه، وانسى اني من اسسه لجي خضتي كل الصعاب، ما عد جواب الاتصال الا يوم صرح وقال اتزوج وبالقهر طال، فيني قد تجرى وخاب، ما اتذكر وفايا معاه وايامنا الساطعه، اعوام كان متابعه 13 سنه بالحساب، ما اتذكر وفايا معاه وايامنا الساطعه، اعوام كان متابعه 13 سنه بالحساب، بقيته على الراس تاج في طيلة سنين الزواج، ظنيته لعمر السراج بس اليوم زاح الحجاب، يا كهري ويا حسرتي سالت بالمقل دمعتي، صارت يا بشر راحتي قد عفت المزد والشراب، واللي خربت بيتنا هدت كل احلامنا، يا رب ابكيها في عنادي منها حياتي خراب، واجعلها بطول العمر مغمورة معاناة وشر، يبقى عمرها دوم مار يا خير من دعاه استجاب، قبل الختم من لي ظلام الله منه ان تنتقم، وابكيه بماسي وهام يلا من دعك ما يخاف، والختم الصلاة كل حين تغشى سيد المرسلين أحمد النبي الأمين، صلت عاد موزن السحاب.